سيداتي آنساتي سادتي. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وفي حلقه مش كتيانه. الحلقه النهارده الهبت مشاعر كل الرجاله اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. اخبار السبعينات هي نفس الاخبار دلوقتي، مفيش حاجه اتغيرت غير في شويه هدوء على طريقه لبس وكلام. يا ترى اتغيرنا في ايه وممكن نتغير لايه؟ ال30 سنه اللي فاتت مالهمش 30 لازمه. عذرا سيداتي آنساتي سادتي، حلقة جديدة وصفحة جديدة من هذا البرنامج. مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جامده. اخر 3 حاجات، حلقه بجد فعلا المره دي. الحلقه دي مش كتيانه وعلى ضمانتي. الحلقه النهارده فنيه. هتسالوا ليه فنيه؟ القمر والقمراء اللي بيتفرجوا عليا هيسالوا ليه فنيه. النهارده حلقه فنيه، خبر فني عن النجم محمود عبد العزيز. الخبر اللي هنتكلم عليه النهارده هو الفنان محمد سعد. محمد سعد في سابقة غير مختلفة خالص رفع أجره ل 13 مليون جنيه. طبعا الخبر ده ألهب بعض جيوب المنتجين، ولكن يلا مش مشكلة. هو رفع أجره عشان بعد ما أخد في فيلم بوشكاش 11 مليون لقى إنه ممكن يرفع أجره لأن في ناس كتير جدا دخلت الفيلم. وفي خبر أفجع العديد من المنتجين والمخرجين، رفع نجم الشباك محمود عبد العزيز أجره إلى 6000 جنيه. يذكر أن المنتج والمخرج حسن الصيفي أول من تعامل مع محمود عبد العزيز بهذا المبلغ في فيلم حساب السنين أمام النجمة الصاعدة ميرفت أمين. يذكر كمان ان الفيلم ده كان فيه ممثله قدامه اسمها زينه كانت بتشارك معاه، وهو كمان في المرحله دي بيحاول يقرا سيناريوهات كتيره عشان يقدر يختار منها الافضل والاحسن اللي هيقدمه لجمهوره. واحنا طبعا بنوعد القمر والقمرايه اللي بيتفرجوا علينا ان احنا هنحاول نستضيف النجم الفنان محمد سعد. هتقعدوا بقى تقولوا لما تشوف حلقه ودنك عشان هيشوفوا مش عارف ايه. على فكره الموضوع اسهل من كده بكتير. هات مرايه وبص فيها هتشوف حلقه ودنك بمنتهى السهوله. يضيف النجم محمود عبد العزيز في الخبر أنه أخيراً انتقل إلى شقة بالإيجار في حي المنيل بعد تنقله في الشقق المفروشة. ونحن من هذا البرنامج نوعد مشاهدينا، وفي إطار تطوير البرنامج نحاول استضافة النجم محمود عبد العزيز لكي يتحاور النجم الفنان مع قرين الإنسان. عامة احنا مستنيين تواصلكم معانا على الفيسبوك وعلى تويتر وكل تهيساتكم جامدة جدا، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. وفي انتظار تواصلكم معنا على صندوقنا البريدي صاد ب أو عين ط، ولكم منا أرق التماني والتهاني وسلامات جميع العاملين في الاستديو. من 6000 جنيه ل 13 مليون جنيه، يعني الممثل من دول رفع أجره ل 2000 الضعف. طب الموظف في السبعينات كان بياخد كام؟ كان بياخد 30 جنيه أول عن آخر. يا ترى مرتبه زاد 2000 الضعف؟ مرتبه دلوقتي بقى 60,000 جنيه؟ ده في ناس بتحلم إن مرتبها يوصل ل 1000 جنيه، والله في ناس بتحلم إن مرتبها حتى يوصل ل 500 جنيه. في بلاد كتير جدا زي تايلاند وتشاد دخلوا مهرجانات وأخدوا جوائز كبيرة وكتيرة. ومصر اللي تاريخها السينمائي فوق 100 سنة عملت إيه؟ أخدنا أوسكار؟ مع احترامي لكل الممثلين وكل صناع الأفلام،
زي ما بتاخدوا قيمة مادية ادونا قيمة فنية عشان ال 30 سنة اللي جاية يبقى ليهم 30 لازمة. مشاهدينا في كل مشاهدينا في كل مكان اهلا مع النجمة الصاعدة مع النجمة الصاعدة ميرفت أمين. انا عايز المنتجين ما يصعقوش يعني من الخبر عادي، يعني 13 مليون جنيه شويه فكه يعني. يا جماعه لازم ندرس الماركت فاليو، ده اسمه الماركت فاليو. انت بص الماركت فاليو ده بتاع الفنان عامل ازاي، وحاول ان انت خلاص مش عاجبك الفنان ده شوف غيره.